نبدأ بالفيديو صلاة على رسول الله ويلا نبدأ. أهلا وسهلا في قناة سجود، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. زي ما انتم شايفين انه مش عاملة رياكشن اليوم، ما في ردة فعل. اليوم في فيديو كتير حابة أشارك هذا الفيديو معكم، وبإنه احنا خلصنا مدرسة وأخيرا إجازة من هاي الفترة، فحابة أصوركم كتير فيديوهات فلوجات تحديات كتير، حصوركم شغلات. اكتبوا لي بالكومنت انكم حابين استمر في هيك محتوى، اكتبوا لي بالكومنتات لأن أنا بدي تشجيعكم، بدي انكم تنشروا الفيديوهات وبدي تفاعلوا في الفيديوهات. تمام؟ فانشروا الفيديو لحتى انه يكون متداول بين كتير ناس ولايكات كتير عشان نقدر ننشر هذا الفيديو ونستمر في محتوى. تمام يا جماعة، اليوم في أماكن كتير راح عليها وحابة أخذكم معاي وتستفيدوا من اليوم. طبعا أنا راح أقول شيء على معهد، حتعرفوا ليش رايح هناك، لأنه أنا بدي أخليكم تستفيدوا من هاي الشغلة. عشان تعرفوا شو هي ضلكم آخر الفيديو لتعرفوا شو هو، وكمان رايحة أماكن تانية، فلخليكم انتوا لآخر الفيديو لتعرفوا شو هي الأماكن. بس أبلش الفيديو قبل ما نبدأ بالفلوج، حطوا لي لايك واشتركوا بالقناة، وكمان بدي اللايكات هذا الفيديو تفجروا لايكات واشتركوا بالقناة وتنشروا هذا الفيديو في كل مكان. وكمان بتتابعوني انستغرام لحتى انه تبعتوا الفيديوهات، افكار فيديوهات هناك، حطوا على انستغرام بصندوق الوصف او اول كومنت، وتابعونا على القناة الثانية وقناة اخي حامد الببجي. وبس نروح قبل ما تشوفوا الفلوج وهيك بنروح. وصلت المركز اي بي سي، طبعا المعهد اي بي سي. هلا انا وصلت وهيك، وراح اصوركم كل اشي راح يصير. طبعا يعني انا كثير متحمسه وانه اورجيكم شو راح اخذ اليوم. طبعا يعني اليوم كان عندي امتحان انجليزي، جاي مركز انجليزي، واو اشي حلو. فطبعا هلا انا جاي اخذ الشهاده. حتعرف عندي شهادتين، حتعرفوا شو هم الشهادات وكل اشي طبعا، وححكي لكم عن هدول الشهادات ونحكي شوية. بس قبل يعني ما ندخل حتى نغير، فخلينا ندخل مع بعض ونشوف الشهادة، ونشوف ايش كمان وين رايحين كمان. طبعا هلا اي بي سي، وهلا راح ناخذ الشهادات، الشهاده الدوليه البريطانيه والشهاده الوزاريه. هلا حنعرفكم عن الشهادات وحنعرفكم كثير شغلات في المعهد عشان تستفيدوا زي ما انا استفدت كثير شغلات استفدت هون. خلينا هلا نروح نشوف المستر ونشوف الشهادات. كثير متحمسه اشوف الشهادات. شوف وهلا انا مع المستر وحيفهمنا كثير شغلات اللي حابب يستفيد، حتى لو رابط صفحه الانستغرام صندوق الوصف او في اول كومنت. هلا نعرف شو الشهاده الان. اهلا وسهلا فيكم. طبعا احنا بنتكلم عن الشهاده الدوليه لمعهد بيتمان البريطاني وليفربول تريننج، الوكاله الحصريه لمعهد بيتمان طبعا في بريطانيا. هذه شهاده للطالب السجن في المساق او في المرحله اللغويه اللي هي A2، اللي هي طبعا في النظام اللي هي CEFR Common European Framework of References، الاطار المرجع الاوروبي لتعليم اللغات. طبعا هاي السيرتيفيكيت معتمده رسميا من معهد بيتمان للتريننج and Liverpool Training. And this is a certified reference number اللي هي توثيق للشهاده الرسميه من خلال طبعا السيريال نمبر الخاص، واللي من خلاله طبعا بنقدر نفوت على الموقع ونشوف توثيق الشهاده. شوف مين هي الدوله اللي بتعترف في الشهادات. نعم، طبعا هي معتمده من 80 مقر، لها 80 مقر في 80 دوله حول العالم، والها كمان 40 مقر حصري في بريطانيا. وطبعا هذه هي اليونايتد كينجدوم اللي هي ليفربول تريننج في اليونايتد كينجدوم، وهذا الرقم الرسمي لهم، وهذا الرقم او عفوا اسم الموقع. طبعا تاريخ اصدار الشهاده بشهر جانيوري 2021 اي حديثه الاصدار. فنتمنى التوفيق لسجا رب العالمين، نتمنى لكم باذن الله التوفيق في مراحلكم الدراسيه وفي مستقبلكم ان شاء الله الوظيفي. بس بايش هاي الشهاده بتفيدنا يعني؟ هذه الشهاده في بعض المنح سواء في دول شرق اسيا او في دول اوروبيه قد تستخدم، اللي هي A2، او حتى ممكن تستخدم في الاميجريشن او الهجره او في بعض الجوبس. طبعا لانه لما تطلع مثلا، لما يطلب مثلا جوبس او مهن معينه مثلا في اوروبا او في مناطق اسيا، بيطلبوا طبعا اثبات لاجاده اللغه الانجليزيه. طبعا بيكون من خلال شهادات دوليه زي هيك او بالمعايير الرسميه للشهادات اللي زي هيك. في مراحل اعلى زي ما نتكلم للبي 1 او البي 2 تستخدم هاي الشهادات في السكولارشيب والمنح الدوليه، سواء كان في منح في اسيا زي اليابان، زي الصين، زي مثلا دول ثانيه، وفي طبعا دول اوروبيه، وفي طبعا في بريطانيا. هذه الشهادات تستخدم برضه في المنح لانها تعادل بمعيار معين لشهادات الايلتس او شهادات التوفل، فهي ايضا تستخدم في المنح وفي هستفيدوا كثير من هاي الشهاده.
فحلو انكم تاخذوها تكون عندكم، يعني حتفيدكم سواء في سفركم او منح كتير شغلات. ففي كمان غير هاي الشهاده انها شهاده وزاريه هاي. بالاضافه للشهاده الدوليه، طبعا احنا بنمنح الطالب السجع شهاده باعتماد رسمي من وزاره التربيه والتعليم وموثقه بشكل رسمي من وزاره التربيه والتعليم، وبالتالي هي بالحاله هاي بتحصل على اعتمادين رسمي دولي من بريطانيا او الشهاده الدوليه الحصريه من بريطانيا لنظام CFR الانترناشونال، وطبعا النظام الوزاري باعتماد رسمي من وزاره التربيه والتعليم. نتمنى التوفيق لسجع، طالبه مميزه تستحق ما هو تستحق ذلك وافضل من ذلك، وان شاء الله كيب ات اب. انا حكيتها قبل هيك وبحكي لها اياها كمان مره، للاعلى وان شاء الله للامام اكثر واكثر، وان شاء الله النصر والتوفيق حليفك باذن الله. شكرا لك. شكرا. وهذه بنقدمها للطالبة سجا أبو منديل، ونتمنى التوفيق لها إن شاء الله رب العالمين، ومنها للأعلى بإذن الله كمان مرة تستحق ذلك. إن شاء الله بنقول كمان مرة التوفيق حليفها في دراستها وفي حياتها إن شاء الله في مستقبلها بإذن الله. وطبعا يعني هذا الدفتر كتير مميز وكتير يعني انه معجب بخير دفتر، والدفتر هذا كتير حلو. انا يا جماعه هون في انا صورتي قبل شهري قبل سنه، فهذا يعني من المعهد وهذا الدفتر موجود عندهم، فشكرا كتير لكم. وطبعا المركز IVC يعني عن جد ايش حكيت ما راح اوصفهم. اول شيء غير انه المعامله كتير بتجنن، وانه بيعاملوا الطلاب يعني معامله يعني كيف احكي لكم اياها، يعني زي اولادهم، وانه الشهادات اللي بيعطونا اياها وغير يعني لو ما فهمنا شغله بيعطوا لنا اياها، ويعني كثير شغلات حلوه هون. وطبعا اكيد فتحتوا السجلات انه يجي يسجلوا. طبعا حاليا نحن فاتحين باب التسجيل اللي حابين يلتحقوا معكم. يعني حتستفيدوا كثير من المركز. طبعا لي تقريبا سنتين ونص هون، وراح استمر لما نخلص الليفل 12 وحنستمر عندهم. عن جد مركز كثير بيستحق، ويعني بتمنى ان الكل يجي هون يسجل. حتشوفوني كثير هون، وحتلاقوا كمان رابط صفحتهم الفيسبوك او انستغرام صندوق الوصف وبردوا عليكم. فاي سؤال انتم حابين تسالوه اياهم تفضلوا اسالوا على الفيس طبعا. كل خير ان شاء الله، ونتمنى التوفيق. وهذا الباكيج برضه لسجا، هي شهاداتها، ونقول لها ان شاء الله التوفيق حليفك باذن الله رب العالمين، والف الف مبروك. مبروك يا سجا. وهيك اخذنا الشهادات. بنشكر كل الاساتذه الموجودين في IVC، بنشكر الاستاذ حسام. شكرا كثير لكم. يا سجا الله يوفقك. وبس هذا كان الفيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنسوا اللايك واشتراك وسبسكرايب. طبعا يا جماعه ما صوتكم بتسيدوا، لانه بتسيدوا بتعرفوا انه بيت العيله وهيك بنتجمع كنا مع بعض وبنقعد، فما بقدر اصور يعني، فهو يعني شوي خصوصي، فهيك ما قدرنا نصور. وطبعا هذا الفيديو هيك حبيت اعمل لكم فلوق سريع من اول يوم اجازه شو عملت وهيك. قضيت يعني رحت على المعهد واستلمت شهادتي، وكمان اني قضيت باقي اليوم عند بيت سيدهم وتجمعنا وهيك. فاليوم كتير لطيف. وبس هذا كان فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنسوا اللايك وتشتركوا بالقناه وتنشروا هذا الفيديو في كل مكان لحتى يكون متداول بينكم كلكم، وتشتركوا بقناتي الثانيه بصندوق الوصف، قناه اخي للببجي حينزل ان شاء الله فيديو قريبا. وبس بحبكم كثير.